ألتراس الزمالك العظمة اللي قدموها النهارده في وداع محمد صبري، الله يرحمه، أسطورة نادي الزمالك ورمز من رموز النادي اللي حقيقي مفيش أي حاجة خاصة بالنادي الألتراس ما بيستغلهاش صح. النهارده يوم للتاريخ من وجهة نظري لوداع محمد صبري. آه يعني شابوه بجد، شابوه ألتراس الزمالك النهارده. أجمل ما في الماتش عامة هو الماتش كان معفن، ما كانش ليه أي لازمة، بس بجد استغلوا الموقف أتم استغلال من دخلتين ولا أروع من بعض. وكمان رسائل كان ناطقها الله يرحمه بلسانه على شاشة نادي الزمالك، فبجد شابوه. وكمان التفافهم حوالين عياله، طلعوا معاهم المدرج وشجعوا مع الألتراس. وكمان كباتن النادي القدامى اخوات محمد صبري الله يرحمه، كابتن حازم امام وكابتن طارق السيد وكابتن مدحت عبد الهادي، اللي كانوا منهارين النهارده في الملعب وهم شايفين الجمهور اللي بيعمله. فبجد عظمه على عظمه كمان من اللي قدمه النهارده التراس الزمالك. انا بفتخر ان انا مشجع زملكاوي ودول الالتراس بتاعنا او القاده بتوعتنا. فبجد شابوه، استغلوا الموقف. وده مصير اي حد هيقدر الزمالك وهيعرف قيمته. الجمهور والالتراس هيعمل عشان المستحيل، سواء عايش او ربنا رحمه. فبجد لكل واحد بيشجع نادي الزمالك او ينتمي لنادي الزمالك، اعرف قيمه النادي اللي انت بتشجعه او اللي انت بتنتمي ليه وقدره. واحنا هنعمل عشانك كل حاجه انت عايزها. فيوم للتاريخ ويوم عظمه بجد. هو احلى ما في الماتش النهارده اللي الجمهور عمله عشان محمد صبري الله يرحمه. ربنا يرحمه ويحسن اليه ويدخله الجنه ان شاء الله.